بسم الله توكلنا على الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الرياضيين، عزيزاتي الرياضيات، أعزكم الله وحياكم أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير باش تتابعونا دائما عبر قناتي، قناة سوسبور وقناة حسن العسكري. بطبيعة الحال غادي نتناول التقرير الذي أصدره الفيفا بخصوص تقييم ملفات الترشيح المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائيات كأس العالم 2030، والذي تميز حسب الفيفا بجودته الشاملة في جميع المناحي ويتجاوز الحد الأدنى، هذا بطبيعة الحال حسب التقرير الذي أصدرته الفيفا. إذا الفيفا يشيد بملفات الدول المحتضنة لكأس العالم 2030، وهي المغرب، إسبانيا، البرتغال. هذا الترتيب اللي حاولت انني نعطيكم، يعني المغرب، اسبانيا والبرتغال، ماشي اعتباطي، على اعتبار ان كل اللقاءات اللي كتديرها الفيفا، وايضا كل اللقاءات اللي كتجمع ما بيننا وبين الاشقاء ديالنا اللي غادي نحتضنوا معهم هذه النهائيات ديال 2030، فدائما تيكون المغرب هو الاول، ثم كتبعوا اسبانيا، ثم كتبعوا البرتغال. حتى على مستوى اللوغو، الى لاحظنا اللوغو غادي نشوفوا اللوغو غادي نتابعوه، فاللوغو ايضا ديال 2030 ديال نهائيات كاس العالم 2030، فحتى مستوى اللوغو قلت فيه يا الله، يعني الاولى، ثم فاموس، يعني باموس الاسبانيه، ثم البرتغاليه. فبطبيعه الحال النقطه اللي اساسيه، فاذا كان المغرب واسبانيا دخلوا هذا الترشيح بقوه، يعني بقوه الملف، وايضا بقوه يعني الدفعات اللي دفعوها من خلال الملفات ديالهم، فالعكس ديال ذلك بالنسبه للبرتغال، فهي ربما تاتي في المرتبه الاخيره، على اعتبار ان البرتغال ما قدمتش يعني شي حاجه كبيره بزاف، سواء على مستوى الملاعب او البنيات التحتيه. بالنسبه اسبانيا، فالجامعه ديالها بطبيعه الحال الى لاحظنا اليوم من خلال مجموعه ديال مواقع التواصل الاجتماعي وديال وسائل الاعلام، فالجامعه ديالها كتنافس مع الجامعه ديالنا على احتضان المباراه النهائيه. اعتقد بان مباراه الافتتاح ربما قد يختار لها دوله من امريكا الجنوبيه بمناسبه الاحتفال بالمئويه ديال نهائيات كاس العالم، واعتقد ان مباراه الافتتاح ربما كما قلت قد تكون في بلد من هذه البلدان ديال امريكا الجنوبيه. ولكن المباراه النهائيه فكاين هناك صراع ما بين الجامعه ديالنا، الجامعه الامريكيه المغربيه لكره القدم، وما بين الجامعه الاسبانيه والملاعب ديالنا اللي تقدمت للترشيح والملاعب ديال اسبانيا. لكن غادي ندير واحد النظره، الا سمحتوا غادي ندير واحد النظره على الجامعه ديالنا ونقارنها بالجامعه الاسبانيه. نبداو بالجامعه الاسبانيه. فبالنسبه لاسبانيا، الجامعه ديالها كتعيش واحد المشاكل كبيره وعويصه جدا، سواء على المستوى المالي، فضائح ماليه، وايضا على مستوى يعني المشاكل الجنسيه. ربما ونحن نعرف نهائيات ديال كاس العالم السيدات، وما وقع رئيس الجامعه مع احدى اللاعبات، وهذا الشيء اللي ضلاب الدلال ديالو بشكل كبير على مستوى الجامعه ديال اسبانيا. وايضا حتى على مستوى الملاعب، فهناك تقارب كبير ما بين الملاعب ديالنا والملاعب ديال اسبانيا. خصوصا انا ما كنتحدثش على الملاعب، يعني شي واحد يبدا يقول لي ها وبدا يكتب وداك الشيء ديال اسمه، ما كنتحدثش انا على الملاعب الانيه، لان اليوم حنا في اطار واحد التحول، واحد الديناميكيه، واحد اليوم في اطار البناء. اليوم حنا كنهيئوا، الى لاحظتوا حتى البطوله ديالنا راه كتنقل ما بين مجموعه ديال الملاعب اللي ربما يلاه كنكتشفوها حنا جديد. ولكن انا كنهضر في 2028 29 30 كيفاش غتكون البنيه التحتيه، خصوصا على مستوى الملاعب. فالملاعب ديالنا الحمد لله فهي تقارن او تفوق في بعض الملاعب ديالنا النظيره ديالها اسبانيا. هناك كما قلت تقارب كبير ما بين الملعب، خصوصا الملعب اللي المقترح باش يحتضن المباراه النهائيه، اللي هو ملعب الحسن الثاني ببن سليمان، والملاعب او الملعبين اللي اقترحت اسبانيا، وهما البرنابيو والكامب نو. لكن هناك كما قلت مجموعه من الاكراهات اللي كتصب في الجانب ديال المغرب باش يحتضن المباراه النهائيه، خصوصا ملعب الحسن الثاني ببن سليمان. فالتنافس في دوله واحده بين ملعبين، يعني جوج الملاعب متنافسين في نفس الدوله، ربما هذاك غادي يصب في صالح الملعب الثالث واللي هو ديالنا حنا. يعني هناك صراع ما بين مدريد وبرشلونه، وكنعرفوا حتى الصراع حتى على المستوى السياسي، فكل واحد كيحاول ينعت الاخر
بنعوت اقل ما يمكن عنها انها ستخدم مصلحه الملعب الثالث اللي هو الملعب ديالنا ديال بن سليمان. هناك يعني اتهامات من كلا الطرفين، من مدريد ومن برشلونه، على الملعبين اللي هما المقترحين النهائيات، اللي هما كما قلت ملعب البرنابيو ديال مدريد والملعب ديال كامب نو ديال برشلونه. وفي الاخير فبطبيعه الحال التقييم اللي قامت به الفيفا بالنسبه للملاعب ديال المغرب هو تقييم جيد جدا. فنضيف بعد ذلك بطبيعه الحال بان حتى على مستوى البنيه التحتيه الاخرى فهي جاءت بتقييم جيد. فالفيفا بهذا التقييم المرتفع لا يسمح لنا احنا يعني كمحللين او كرياضيين او كغير ذلك باننا نبداو نعطيو التحليل علاش اعتمدت، لا لماذا، لا المغرب عنده اقل كتضحك. اسيدي راه ما يمكنش، راه الفيفا هذيك راه فيها قضاة محلفون، راه فيها ناس اللي هما من جميع الدول، والدول اللي هي رائده في كره القدم وعندها تاريخ في التنظيم وكذلك. ماشي تجي تكذب علينا اليوم وتقول لنا لا راه المغرب عطيناها التقييم لان حنا نحابي المغرب. ما كاينش تما فيه شي محاباه، تما فيه اللي عندك اللي ما عندك ما عندكش. بقى شي واحد يقول لي لا راه حنا دائما كنبغوا نقلوا من الدوله ديالنا. ما عرفتش شحال من واحد لا حنا ماشي قد اسبانيا. اسبانيا اش كتكون بالسلامه؟ شنو اسبانيا زعما؟ شنو دوله اسبانيا؟ ما تنساش باننا حنا راه المغرب راه كان مستعمرها مئات السنين وحنا شادين اسبانيا. فين كاين المشكل؟ حنا كنا امبراطوريه وهي كانت ديك الساعات غير دول مجزاه. ما تبقاش تقول لي لا راه كاين اسبانيا. المغرب راه افضل من اسبانيا في جميع النواحي. اسبانيا الا بنات اقتصادها على خلفيه الاستعمار ديال مجموعه ديال الدول، ما المغرب راه بنى الاقتصاد ديالو انطلاقا من الذاتي ديالو، من ما يتوفر عليه هو يعني، ولم يسرق يعني اقتصاد دول اخرى كما قامت به دول اوروبيه. رجعوا للنقطه ديالنا، الفيفا قامت بهذا التقييم واعطت المغرب تقييم جيد جدا، على اعتبار ان المغرب اولا بلد رياضي، ثانيا بلد طموح، ثالثا فيه الامن والاستقرار، بلد اللي هو عنده مآثر تاريخيه قديم في التاريخ، يعني بلد اللي كتوفر فيه جميع المعايير باش يحتضن هذا النهائي ان شاء الله. فكما قلت لا يمكن ان نكذب ونفند يعني التقييم ديال الفيفا. فهناك يعني بطبيعه الحال كما قلت شبكه مواصلات كبيره، هناك مجموعه من الفنادق العالميه والمغرب يضرب به المثل على مستوى السياحه والفنادق العالميه، المطاعم، الخدمات، جوده التنظيم. هناك ايضا الامن والامان اللي كينعم به المغرب والمغاربه، والسمعه ديال المغرب والمغاربه عالميا. اضف الى ذلك ما حققه المغرب حتى على المستوى الرياضي خصوصا في كره القدم، واخرها كاس العالم 2022 بقطر. فلولا الحكم راموس، هذاك الحكم المكسيكي اللي ربما دخل في تخاذل وخذلنا في المباراه ديالنا مع فرنسا، كنا ندوزوا النهايه ولما لا كنا نفوزوا بها، لان المغرب كان قوي، كان جاب واحد القوه تبارك الله عليه ما شاء الله. فكنا كنعرفوا ضربه جزاء اللي معلش عليها وعطانا ديال بوفال، والعكس عطى خطا وعطى انذار البوفال. ايضا ضربه جزاء ديال يوسف نصيري. يعني فرنسا كون ضربنا هذوك جوج الاهداف راه ربما ما كانش تزيدوا، كنا نمشيو للنهايه غنلعبوا مع الارجنتين. كنعرفوا الارجنتين شكون عندهم؟ ميسي، عندهم وميسي في الاواخر ديالو. ربما هذه كره القدم، يعني هذه يمكن كنا نوصلوا لمستوى عالي. على اي نرجعوا، فقلت كما يعني قلت سابقا بان هذا الاشعاع اللي عطاته كره القدم خصوصا المباراه ديالنا في كاس، المباراه ديالنا في كاس العالم، وهذا الامن والامان والسمعه الحمد لله السياسيه ديالنا والاقتصاديه والاجتماعيه، وايضا السمعه ديال المغاربه الحمد لله فين ما كانوا مؤخرا. غير اسبانيا ملي وقع في هذاك الفضيان راه شفنا المغاربه كيفاش ازروهم وعاونوهم وساعدوهم. فكل شيء هذا الشيء كيخدم لصالح المغرب باش ان شاء الله ان المباراه النهائيه تكون عندنا هنا بالملعب ديال بن سليمان، ملعب الحسن الثاني. كما قلت الجامعه الاسبانيه كما قلنا راه كتعيش مشاكل، وانتم راه كتعرفوا هذا الشيء. هذا راه الفيفا عطاتهم اخر اجل هو نهايه هذا ديسمبر هذا، الا ما داروش رئيس جامعه ويعاودوا يهيكلوا الجامعه ديالهم ويفكوا هذوك المشاكل اللي عندهم، فربما كاع راه يتسحب لنا حتى تنظيم كاس العالم. ربما نلقاو غير حنا والبرتغال، ولما لا؟ راه داك الشيء راه ماشي، راه ما فيهش الضحك، داك الشيء ما فيهش شي حاجه تما يعني شي واحد يحابي الاخر. كاين القانون، كاين تطبيق مجموعه ديال المعايير والمساطير. كما قلت فهنا الحمد لله فالمغرب راه غادي بخطى ثابته اننا ان شاء الله غادي نحتضنوا على الاقل كما قلت مباراه نهائيه. اذا كانت مباراه الافتتاح ربما قد تسندها الفيفا الى دوله في امريكا الجنوبيه، على اعتبار ان يعني هذه توافق 2030 غتكون توافق الذكرى المئويه لنهائيه كاس العالم.
فنتمنى ان شاء الله ان المباراه النهائيه تلعب في المغرب. اذا كما قلت، منحت الفيفا الملف المشترك ما بين المغرب واسبانيا والبرتغال لاحتضان نهائي كاس العالم، والتقييم اللي عطاتهم كله راه بلغ 4.2 من 5، مؤكده ان هذه الدول الثلاث تملك جميع المقومات اللازمه وايضا جميع المعايير يعني التي تطلبها الفيفا في اي بلد او بلدان يمكنها ان تنظم نهائيات ديال كاس العالم لكره القدم. وبطبيعه الحال هذه البنيات وهذه الملاعب فهي كما قالت الفيفا متوزعه على 17 مدينه، تجمع ما بين منشات تاريخيه عريقه، اقتصاديه حديثه في طور التحديث، مما يعكس رؤيه قويه للتراث الرياضي والبنيه التحتيه المستقبليه. كما اكد التقرير ايضا على ان الملاعب، يعني كما قلت الملعب ديال البرنابيو والكامب نو وملعب الحسن الثاني كما قلت فهما اللي مرشحين لاستضافه المباراه النهائيه. وغادي نلاحظوا في النهايه ديال هذا الفيديو هذا باش نطول فيه، يعني بنلاحظوا التقييم، وحنا كنلاحظوا التقييم اللي تعطى. فالتقييم اللي تعطى تبارك الله فهو تقييم جيد جدا. غادي نشوفوا هذا التقييم اللي تعطى الملاعب بطبيعه الحال كلهم. فملعب الحسن الثاني بالمغرب 4.3، ملعب سانتياغو برنابيو 4.3، ملعب كامب نو 4.3، ملعب متروبوليتانو 4.3، ملعب مولاي عبد الله 4.1، ملعب فاس 4.1، ملعب سان ماميس 4.1، ملعب لا كارتوخا 4.1. نمشيو للبرتغال، ملعب بينيفيكا 4.1، ملعب دراغاو دائما البرتغال 4.1، ملعب طنجة 4.0، ملعب اكادير 4.0، ملعب مراكش 4.0، ملعب كران كاناريا باسبانيا 3.9، ملعب جوزي الفالادي 3.9، ملعب انويتا 3.8، ملعب نوفا روما ريدا باسبانيا 3.8، ملعب لا روساليدا باسبانيا 3.7، ملعب اسبانيول 3.6، ملعب مونيسيبال دي ريازور باسبانيا 3.4. انا اعطيتكم هذا التقييم اللي عطات الفيفا، والى لاحظتوا بان يعني المغرب الحمد لله، يعني رغم ان هذاك بغى يدير شي واحد التهكم وقال لك حنا من اسبانيا، وانت هو راه التقييم هذا اللي عطاتنا الفيفا ماشي حنا اللي درناه. فكل الملاعب ديال المغرب ما كاينش اللي عنده اقل من 4، كلهم عندهم 4 4 4 4 4. يعني اقل ملاعب اللي عندنا هنا على مستوى التقييم كاين ملعب اكادير 4-0، ملعب طنجة 4-0، ملعب مراكش 4-0. بينما اسبانيا الا خدينا اسبانيا غنلقاو ملعب كران كناريا 3.9، ملعب جوزي الفاليدي هذا بالبرتغال 3.9، ملعب انويتا باسبانيا 3.8، ملعب نوفا روماريدا اسبانيا 3.8، ملعب اسبانيول 3.6، ملعب مونيسيبال دي ريازور باسبانيا 3.4. وهكذا كتكون الفيفا انها اعطتنا واحد التقييم جيد جدا بالنسبه للتقييم ديال البنيه التحتيه وايضا الملاعب ديال اللي غتحتضن نهائيات كاس العالم. وقلت واؤكد بان ملعب الحسن الثاني ببن سليمان وملعب ديال سانتياغو برنابيو باسبانيا وملعب الكامب نو، يعني ثلاثه هما اللي غيتنافسوا. مع العلم انا غادي نعاود نرجع في فيديو اخر نوضح لكم كل ملعب من هذه الملاعب ثلاث يعني المرشحه لنهائيات كاس العالم او لاحتضان المباراه النهائيه، كل ملعب وعلاش كيتوفر. اذا غادي نشوفوا غادي نلقاو بان ملعب الحسن الثاني ان شاء الله فهو غير الا جينا نشوفوا غير المقاعد راه يتجاوز 115 الف مقعد، بينما ملعب سانتياغو برنابيو عنده 76 فاصله شي حاجه، ملعب الكامب نو عنده 100 او 105 مقعد تقريبا، بمعنى اننا غير على مستوى المقاعد راه تنتجاوزوهم بشكل كبير. اضيف الى ذلك انه غيتبنى بشكل جديد، معايير جديده الى غير ذلك. اذا كما قلت غادي يكون لنا لقاء ان شاء الله باش نتناول واحد المجموعه ديال المواضيع اللي كتهم هذه النقطه هذه بالضبط. القاكم ان شاء الله في مواضيع اخرى، الى اللقاء.